بسم الله الرحمن الرحيم. على الطماطم وجمالها. ما شاء الله رخصت وزي الفل، دي ب5 جنيه والله. عملت حلة ونسيت اصورها معاكم، بس قلت بقى اما اكمل بقية الطماطم اوريكم بقى احنا بنعمل ايه. يا ستي دي حلة انا مسكتها قطعتها، مع ان انا ما بحبش الطريقة دي مش طريقة ماما طريقتها احسن من كده. المهم ان انا قطعتها، قلت اما اسهل على نفسي عشان ايه الوقت والمجهود وتتبخر تستوي بسرعة. راحت منزلت المية بتاعتها في الطماطم، فهتشوفوها بقى. نزلت ميه كده، انا بصفيها من الميه عشان انا مش عايزه الميه بتاعت الطماطم. وهنعصرها في الكب او في الخلاط او بالهاند بلندر حسب ما تعملي يعني. ما شاء الله الاسعار نزلت والله هتبقى سنه الخير زي ما قلت لكم والله. عمالين يلفوا بالطماطم وبالبطاطس، والحاجه نزلت والله. احنا جايبين دي ب5 جنيه، بس انا ما بحبش نجيب العدايه بحالها، يعني احنا بنحب ننقي بايدينا. اجت صغيره اجت كبيره، بس احنا اللي منقيينها وحاجه نظيفه ومضمونه. زي ما انتوا شفتوها كده في الصينيه دي كلها احنا شاريينها يعني من السوق. ما بحبش اجيب من اللي بيلفوا في الشارع بصراحه، لان هو بيعبيها. لكن انا اجيب بايدي، انا عارفه انا بجيب ايه. وبتصفي تعصريها وتصفيها كده بالمصفى لحد ما الكميه تخلص معاكي. ولازم تعمليها وهي سخنه. لا، الطماطم لو بردت بتجرمز يعني ايه؟ يعني الجلده بتجمد، ما بتتضربش. لازم وهي سخنه، يعني ايه برضو مش سخنه مولعه، عشان برضو مش تبوظ الخلاط. دول حبه ميه بسيطه عشان بس الطماطم مش تشيط مني من تحت. ودي يا ستي الطريقة بتاعت ماما، بتحط الطماطم بحالها وتسيبها لما هي تستوي من البخار. وهتشوفي في اخر الفيديو في المرحلة دي يعني بتاعت الطماطم بحالها، هوريك ان المية عاملة ازاي. احنا ماما بتعمل كده على طول بصراحة، بس انا سهلت على نفسي قلت ايه عشان مش اختصر الوقت، رحت ماسكاها مقطعاها. لكن احنا بالطريقة بتاعتنا احنا بنعملها كده. ده انتوا بيقولوا لما الاخوة الاقباط يفطروا الحاجة هتغلى. الناس كتير حواليا بتقول كده، وما شاء الله الحاجة نزلت والله. الطماطم دي اقسم بالله احنا كنا بنجيبها ب20 جنيه وب25، بقت ب5 جنيه تاني اهي. والبطاطس نزلت بقت ب8 جنيه، اللي كانت ب35 جنيه. اتنين ب35 بقت نزلت بقت ب8. والبسلة ب25. احنا رحنا السوق امبارح وجبنا الحاجات دي، سوق الحد بتاع بهرنبيلة وانتوا عارفين. والبسلة جبناه ب25، والقلقاس جبناه ب20. يعني في حاجات نزلت وحاجات لا، بس ان شاء الله الاسعار هتنزل كلها ان شاء الله. بصوا بقى الطريقه دي حلوه ازاي. ان انت هي مش تفتحيها ولا حاجه، هي هتعمل من البخار، هيفتحها لوحده يعني من كتر السوى، هي هتشق زي ما انت شايفه كده. بس انا بعملها وهي سخنه، فهي عماله تلسع ايدي بصراحه. هي بتشقق لوحدها، هي بس عايزه دقيقه واحده تبرد، عشان لو زي ما قلت لك هتجرمز يعني هتجلد لو انت سبتيها. مش هتعرفي تشيليها من الطماطمايه، ولا هتعرفي تضربيها في الخلاط. هتعمل معاكي قشر، القشر مش هيتضرب في الخلاط او في الكب او زي ما انت بتستعملي يعني. هيبقى جامد بقى مجلد كده بقى. ايه القلب الميه القلب الطماطميه ده، انا محتفظه بالطماطميه نفسها، الميه بس الصفرا هي اللي تترمي. هتشوفوها برضو بعد ما اخلص تقشيرها، هتشوفوا الميه الصفرا عامله ازاي. هي بس كمان عماله تلسعني، فانا كل شويه اقف وارجع تاني. بعد كده بقى عملتها، فطلعتها تبرد يعني شويه. حطيتها في الطبق كده ما شاء الله. شفتوا بقى الميه الصفرا لوحدها ازاي؟ دي اللي انا بقول لكم عليها، ده ان الطماطميه قلبها محتفظ بيه، ما تنزلش العصاره بتاعتها في قلب الميه. هوريكم بقى لما اجي اخلص هوريكم الحله الاولانيه اللي انا عملتها. هتقارنوا بين دي ودي، هتلاقي ان دي الطريقه دي احسن.
شفتوا حبة المية قليلين ازاي؟ عشان احنا حاطين بس ربع كوباية مية عشان ايه ما تشطش، لكن هي بتنزل مية والبخار بيسويها. اما بتنحط على بعضيها البخار بيسويها، فالمية دي بقى تترمي. وما تقشروها كده احسن، تبقى سهل عليكم في الضرب في الخلاط. ميه صفرة كده بس. انما بقى ديك اللي انا قلت لكم عليها الحله الاولانيه، منزله الميه الطماطم في قلب الميه ازاي، عشان انا بصراحه قطعت الطماطم، فهي كنت مستعجله وقلت اما اعملها كده عشان اخلص منها بسرعه، واعملها واعمل الحلتين التانيين. ما شاء الله 3 حلل كبار، اكتر من 20 كيلو. ما بنصدق ان الطماطم ترخص، وتبقى حاجه سهله تحت ايدك، وفي اي وقت تطلعي من الفريزر وتعملي، وتبقى سهله وبسيطه مش مكلفه. عملت اي حاجه هتطلعي كيس. ممكن تعمليها زي الكونكاسي كده يعني بحالها، ممكن تعملها عصير. انا عملت لك بس كيسين تجربي، ان انا يعني قشرت القشره وحطيتها بحالها. هتطلعيها تفكي تضربيها برضو بالهاند بلندر او بالكبه زي ما انت عايزه، اللي هي في الطبق اللي انا بقولك عليه. ودي بقيه العصير بقى قلت انا اكمله مع نفسي ووريتكم انا عملت ايه يعني. وكتبت عليها التاريخ عشان لو انا جبت جديده ابقى عارفه ما اسحبش بقى من الجديده، اسحب لا من القديمه. ما مش هبقى عارفه انهي جديده من قديمه، لا قلت بقى ايه، اكتب عليها التاريخ. وكتبت على الكيسين دول قطع عشان يتعرفوا. وسهله وبسيطه، والاسعار ان شاء الله هتنزل اكتر واكتر. وان شاء الله يا رب. رجب على الابواب اهو، وكل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده عليكم وعلى الجميع يا رب. ولايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا